معلومة نطق الفدان قطن. والله يا جماعة معلومة مهمة جدا في قواعد النطق، وهتساعدك كتير في ان انت تنطق انجليزي صح. ودي من المعلومات اللي هي قليلة، اللي هي قواعد النطق اللي هي ما بين السطور. ركز معايا وسيب اللي في ايدك وسيب اي حاجة تشغلك، ويا ريت تشوف الفيديو للاخر. النهارده هنتكلم على حرف الاس يا جماعه، وحرف الاس كل اللي بيتعلم انجليزي عارف ان هو بينطق زي السين. النهارده انا بديك الصدمه. الاس ممكن انطقه زي الزد او الزين او الزاد. معقول؟ معقول طبعا. الاس يا جماعه ليه حاله كده، لو وقع ما بين حرفين متحركين في الغالب بينطق زي الزد او زي الزين، ما انطقوش زي اس ظاهره او سين. وبرضو كتبت لكم الحروف اللي هي الفاولز، اللي الحروف المتحركه، ان ممكن يكون حد مش عارفها، اللي هي الاي والاي والاي واليو والاو. تعالوا كده نطبق عملي. ادي كلمه اهي اللي هي انف، ما اقولش نوس، نوز. شفت نطقتها زي الزين ازاي؟ روز يعني وردي. كلمه موسيقى كلكم بتقولوها، بقول ميوسك ولا ميوزك؟ مظبوط، يبقى ميوزك. سبب اللي هي كلمة ايه؟ ريزون. ريزون يعني سبب. كلمة بتستخدموها كتير اهي ومش عارفين النطق جه منين. ادي الاس اهو واقع ما بين الاي والاي، حرفين متحركين، تبقى بليز. وكلمة يختار ما بقولش تشوز، تشوز. يزور ما بقولش فيست، فيزيت، عشان وقع ما بين الاي والاي، والاي ده حرف ايه؟ متحرك. طبعا المعلومة دي يا جماعة معلومة مهمة جدا، وتضيفها عندك في قواعد النطق عشان نطقك يتحسن وقرايتك تتحسن. وانا سعيد ان انا رجعت تاني النهاردة في فيديو جديد، ويا رب لو كان الفيديو عجبك واستفدت منه ما تبخلش علينا يا اخي الكريم باشتراكك في القناة، شرف لينا، وان انت تدي لايك وتفعل زر الجرس عشان الفيديو يوصل لأكبر ناس. وأشكركم على استماعكم للفيديو. كنتم مع مستر رمضان مهران في قناة مستر رمضان أونلاين. أشوفكم إن شاء الله في درس جديد وقاعدة نطق جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.